السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم روتين جميل جدا. هنعمل فيه بيتزا، هنعملها بالدقيق الاسمر، وهقول لكم على اسهل عجينه ممكن تعملوها، وهنعملها ان شاء الله بحشوه فراخ. تمام. هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا هستعمل الدقيق اللي هو سنبله الفرات ده، كنت شاركتكم بيه قبل كده. هستعمل نص كيلو بس عشان هعمل بيتزايه واحده بس في صينيه كبيره كده وخلاص. فده نص كيلو يعتبر من الدقيق الاسمر اللي هو دقيق القمح الكامل. عندي معلقه من السكر، وعندي 3 معالق من زيت الزيتون، وعندي اللي هو باكل خميره. انا واخده نصه بس، نص باكل خميره. اوكي. وكمان هنزل ببقيه الزيت كده، هنزله ماشي. ودلوقتي هنزل بقى بالميه. الميه دي انا مدفياها يعني تعتبر وسط. هنزل بقى بالميه من دلوقتي قد مثلا دي كوبايه ميه. ماشي. بسم الله. انا اوريكم العجينه كده بالمنظر ده. هي لسه العجينه عايزه ايه؟ سنه ميه صغننه. او بصوا كمان مش محتاجه ميه خالص تعتبر. هي هسيبها تتعجن، هي لسه ما اتعجنتش، يا دوبك كده لفت لفتين. هسيبها كمان تكمل حوالي 10 دقايق، هتروح منها التلزيقه دي خالص. تمام. انا هطفي بس علشان الازعاج بتاع صوت العجينه. بصوا اللهم بارك، ما شاء الله تحفه. خدت معايا كوبايه ميه بالظبط. ماشي. بالكوبايه المعياريه دي عيرت كوبايه ميه. بصوا الجمال ما شاء الله اللهم بارك. فيها تلزيقه خفيفه قوي، بس هو ده القوام المطلوب عشان البيتزا تطلع معاكي ناجحه ان شاء الله. طلعها بس بره كده، احط كده. اللهم بارك. تحفه 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 تحفه. دي كده قوام البيتزا. احنا زي ما اتفقنا هنعمل بيتزايه واحده، فهحطها كده في البوله وهغطي عليها واسيبها بقى تخمر لمده قد ما يعني ساعه مثلا، نص ساعه في الحر ده بتهيالي هتكون كويسه. تخمر ونرجع نفردها مع بعض. تعالوا نعمل بقى الحشو مع بعض. دلوقتي هنزل بقى بالبهارات الفراخ. دلوقتي بقى خلاص خدت تحميصه حلوه. هنزل بقى بالبصل، والفلفل الالوان مع الفلفل الاخضر. ونبتدي بقى نشوح كده مع بعض كده. اديها شويه ملح، بس حسيت انها محتاجه ملح شويه فهحط شويه ملح. دي كده الحشوه هتبقى جميله جدا للبيتزا ان شاء الله. هسيبها بقى لغايه لما تبقى ايه، تتسبك، تاخد مع بعضها يعني تشويحه حلوه، تاخد تشويحه حلوه مع بعضها. وبعد كده بقى يعني هغطيها واسيبها دلوقتي. تعالوا بقى ندخل نعمل مع بعض على طول. انا محضره الكسرولة دي عشان نعمل مع بعض صلصه البيتزا. سوري معلش، انا بظبط بس الموبايل. يلا بينا. بسم الله. شغل النار. وهبتدي بقى اول حاجه هنعملها صلصه البيتزا بمنتهى السهوله. هي ما فيهاش اي حاجه غير اقول لكم ايه، الثوم والزعتر. اهم حاجه في البيتزا الزعتر. وبما ان انا معيش زعتر، ما عنديش زعتر يعني، بس عشان ما ابقاش بقول لكم اهم حاجه الزعتر وانا ما احطش زعتر، فانا هقول لكم دلوقتي هحط كبديل للزعتر ايه. اول حاجه هحط شويه زيت. ودلوقتي هنزل بقى بالثوم المفروم. عندي انا قلت لكم في الفريزر عندي شايلاه اهو. بسم الله. معلقه ثوم كده، معلقه محترمه. وهبتدي ان انا ايه اديها تلوينه بس ايه خفيفه خالص. مش لازم تاخد على فكره الثوم، مش لازم ياخد لون، يعني تشويحه خفيفه قوي. ماشي. تمام. ودلوقتي هحط بقى شويه فلفل
ودي طماطم مخلوطه انا محضراها، يعني دي طماطم انا ضربها في الكبه، مش حاطه لها ميه، تمام، عشان بس تنجز معايا في الايه، في التسبيك بسرعه تخلص يعني. وهبتدي ان انا دلوقتي حطيت الفلفل، الثوم يا دوب بدا ان هو يتشوح شويه كده، هبتدي انزل بقى بالطماطم. مش لازم يصفر الثوم، خلي بالكم يعني ما بتبقاش حلوه لما يصفر الثوم. حطيت الطماطم اللي عندي، وهحط لها بقى الملح، وبدال الزعتر بقى نحط ايه اللي هو الزعتر الدق، اللي هو ده هتشوفوه دلوقتي، ده اللي هو بيبقى فيه سمسم، بيبقى خلطه كده، ده جميل جدا. ودي ايه بقى، هيفرق جدا في طعم الصلصه. كده هسيبها بقى، هغطيها واسيبها بقى تتسبك على مهلها. ده شكل بقى العجينه بعد ما خمرت، بس بتاعها تخمر هي عشان بس كميتها صغيره، بس هي خمرت وزي الفل، تمام الشكل ده. كده هشيلها بقى كلها. هنا انا الصاج معايا، صاج الفرن هعملها فيه وخلاص على كده، يعني تبقى صينيه واحده كده، والموضوع بسيط بقى، بدل ما نعمل 100 صينيه الموضوع كده ابسط. بسم الله. قولوا لي بقى بتعملوا حشوات ايه غير البيتزا، غير الباسترما وغير الفراخ؟ انا بعمل تونه، بعملها ساعات بالعصاج عادي، بعملها بايه تاني، في مليون فكره للبيتزا، يعني بالتونه كمان بتبقى لطيفه قوي، وكمان بعملها بالمشروم تبقى خطيره، بس بعمل معاها بصل مكرمل، يعني بحط المشروم وبعمل معاه بصل مكرمل، بيبقى خطير. جربوه ان شاء الله يعجبكم، يعني الفكره بتاعت المشروم دي لذيذه ونوع من التغيير يعني. اشوف كده سمك العجينه ايه، علشان برضه ما تبقاش سميكه قوي، فهي كده متهيالي سمكها حلو قوي. دي الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض. بسم الله، هي سخنه لسه، مفترض ان انا كنت نسيتها شويه، بس يلا بسم الله. انا بصراحه بحب الصلصه تبقى كميتها حلوه كده محترمه، حبه حلوين، بيبقى طعمها العجينه بقى خطير لما بنزود صلصه. هجيب صلصه تاني واحط. عايزه اقول لكم ان صلصه الطماطم لما بنحط عليها معلقه زيت زيتون الفايده اللي فيها بتتضاعف، دي معلومه انا سمعتها من زمان وبنفذها، انا بحب اعملها. انا بعد ما خلصت حطيت عليها معلقه كده، معلقه زيت، وقلبتها معاها، عشان كده تلاقوها بتلمع شويه، بس معلقه صغيره مش حاجه كتير يعني. بس كده هستكفي انا بالكميه دي كده، متهيألي ايه حلوه قوي قوي. تمام، دلوقتي بقى هنزل بحشوه الفراخ برضو، هوزعها كده. ربنا يستر بقى، هينقوا الفلفل العيال من البيتزا، فنسيت النهارده وحطيت فلفل. عندي العيال مش بيحبوا الفلفل اللي هو الالوان ولا الفلفل الاخضر المتشوح ده، ياكلوه ني، بس ما ياكلوهوش وهو بقى متشوح كده، مش عارفه ايه الفكره يعني، مع ان هو بيبقى اجمل حاجه اصلا، طعمه تحفه. بس كده وصلت الفراخ بالشكل ده، بس هي متوزعه كويس. ومش هحط زيتون بقى، انا بصراحه ما لقيتش عندي، فعادي جدا بمشي الدنيا، هي البيتزا اصلا معموله عشان نلم التلاجة والبواقي اللي في التلاجة، فاللي موجود معاكي هيمشي الدنيا. حط الجبنه على الوش كده، بقى هندخلها على درجه حراره 200، الفرن متسخن من ساعه ما احنا بنعمل يعني عشان يبقى سخن، وندخلها على درجه حراره 200 لمده قد ايه بقى، مش بتاخد متهيألي وقت كتير، يعني 20 دقيقه بالكتير، 15 20 دقيقه بتكون خلصت.
بس كده. تعالوا بقى شكل البيتزا، بصوا هي بتتكلم عن نفسها ما شاء الله اللهم بارك، خطيره، لازم تجربوها وتقولوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي ان انا اقطعها كده في النص، اجي هنا كده كده. بسم الله. عايزه اوريكم حته هي سخنه لسه، بس يعني سبتها تهدى شويه حوالي 10 دقايق مثلا. ودلوقتي حته كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال ما شاء الله اللهم بارك. بصوا العجينه مفرغه ازاي وتحفه، شايفين؟ خطيره، لازم تجربوها وتقولوا لي بقى. بصوا الجمال اللهم بارك، خطيره. مش عارفه اعمل الحركه دي بس لازم. ماشي، سخنه سخنه. الف هنا وشوفوا حبايب قلبي، اللي هيجربها ان شاء الله تجربوها وتدعوا لي. كمان صحيه وبديل الاسمر، وما تفرقش حاجه عن البديل الابيض، ان شاء الله تعجبكم. وتعالوا بقى نختم بوصفه البسكوت القمر ده. هعمل لكم النهارده ان شاء الله بسكوت ينسون، بس بديل اللي هو القمح الكامل. ده دي قمح كامل، دي 3 كوبايات، وانا حاطه عليهم باكو بيكنج باودر بس. دول 4 بيضات، ودول كوبايه ونص من السكر البني. يعني مظبوط كده السكر، عشان السكر البني تحليته مش زي السكر الابيض. حابين تحطوا بداله كوبايه سكر ابيض اوكي. ومعايا هنا ده ينسون، دي معلقه كبيره من اليانسون، انا حطيتها غسلتها كويس جدا وصفيتها. ونص كوبايه من السمنه او الزبده او الزيت براحتك خالص. تمام. هنزل بالبيض وهنزل عليه بالسمنه والسكر، يعني التلاتة مع بعض. تمام. وبعد كده ابتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا، بس اهم حاجه ان انت تدمجيهم مع بعض كويس. وبعد كده نبتدي ان احنا نكمل يعني. هو بس السكر البني على فكرة مش سعراته الحرارية، على فكرة هياها نفس سعرات السكر الأبيض، بس الفرق ان هو بيبقى طبيعي اكتر يعني. فعشان كده احنا بنحاول ان احنا يعني نظبط الدنيا يكون الحاجة صحية الى حد ما. وعايزة اقولك هتجربيه بالدقيق الاسمر، ما تقلقيش خالص، تحفة ان شاء الله، وهيبقى مظبوط جدا معاكي. انا هنا نزلت بمعلقة الكبيرة من اليانسون، وبعد كده هنزل بقى بكل كمية الدقيق، لان هي مظبوطة الكمية جدا، ما تخافيش، لان العجينة مش سايبة ابدا. يعني هي حتى بالويسك مش هتتعجن معايا. هي العجينة بتبقى ماسكة، يعني هتشوفي دلوقتي القوام اللي انا اقصدهولك، فما تقلقيش. كملي بنفس الطريقة، وما تخافيش من زيادة الدقيق، انا عاملة المقادير بالظبط مظبوطة جدا. بعد كده هستغنى عن الويسك عشان هنا خلاص كتلت جامد، فهتدخل بايدي بقى عشان نظبط الدنيا. انا مش بعجن، انا بلم العجينة يا دوبك، يعني ما تحاوليش ان انت تعجنيها، انت يا دوبك هتلمي بس، تخلي مفيش دقيق في العجينة، يعني يا دوبك هنلم بس على اساس ان هي العجينة تشرب الدقيق الموجود فيها بس كده. كده تمام جدا خلاص، مش ناشفة ولا حاجة، العجينة جميلة جدا، انا كنت بوريها لكم هنا كده. بصوا العجينة جميلة جدا ومش ناشفة ولا حاجة، طرية وتحفة. دلوقتي انا عندي صاج هنا، ده صاج 30 في 40 تقريبا. ده بقى هنفرد عليه العجينة، هنجيب كيس تلاجة عشان يساعدنا بس في الفرد. العجينة زي ما انت شايفة متماسكة وجميلة ازاي، هي دي نفس القوام اللي هيبقى معاكي. افرديها بقى على صاج، يعني على صاج كده افضل بكتير من ان احنا نقعد نعمل بقى. حاولي ان انتي تظبطي السمك، يعني تفرديه بسمك واحد، يعني يبقى يعني تساوي الوش بتاع العجينة، يبقى كل السطح كله متساوي. وبصوابعك كده ممكن تمشي ايدك كده، هتظبطي الدنيا زي ما انت شايفة كده بالظبط. بعد كده هندخلها على فرن على درجة حرارة 200 لمدة قد ايه بقى؟ لمدة حوالي 30 دقيقة.
مش هنخليها تحمر جامد. انا هوريكم اللي اقصده، هو ده بالظبط اللي انا اقصده. ده كده بعد ما طلعت من الفرن، عايزه اقول لكم على درجه حراره 180، وسبتها بقى تبرد تماما علشان اعرف اقطعها. ودلوقتي هي بردت معايا تمام جدا. البسكوت تحفه وبيبقى طري شويه، ما تقلقيش ان هو لسه طري. احنا لسه هنعمل له عمليه ايه، تنشيف. احنا هنحطه نحمصه في الفرن، بس اهم حاجه ان انتي مرحله التحميص دي بعد ما بنقطعه هنرصه في صاج الفرن، وبعد كده هنشغل على اهدى حاجه يعني عشان يطلع متحمص وجميل معاكي. حطي الفرن على درجه حراره 160. تمام. ولو ما عندكيش ارقام في الفرن، اعملي على اقل درجه حراره في اللي عندك يعني. اهو بصوا، باللي هو الدقيق الاسمر، بس شكله مختلف عن التاني. بس عايزه اقول لكم طعمه طلع تحفه، هتدعولي والله. تحفه جدا جدا جدا، يعني حاجه صحيه وجميله، واجمل بكتير جدا ما انك انت تجيبيه من بره. وعجب والدتي جدا على فكره، قالت لي انا عايزه منه كتير بقى. فجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. اتمنى طبعا ان انتوا يعني تشجعوني باللايك، يعني اللايك بيفرق معايا جدا علشان تنتشر الفيديوهات، وان شاء الله يعني اقدر اقدم لكم حاجات اكتر. فما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، واكيد طبعا تشتركوا عندي لو مش مشتركين يعني، وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل حاجة توصل لكم عندكم. عايزة اقولك بقى، بدل ما تجيبيه من الفرن بقى وحاجة انت مش ضمناها، فده طبعا حاجة في البيت معمولة اكيد بتبقى اصح وانضف، وكمان الى حد ما صحية لانها بالسكر البني والدقيق الاسمر، فطبعا بتبقى جميلة جدا وبتخلي ريحة البيت كده كلها ريحة حلوة. فدايما اعملوا الحاجة في البيت، وان شاء الله هتلاقوا ان الحاجة يعني طعمها بيفرق جدا، ومش هتقرفوا بعد كده ان انتوا تجيبوا حاجة من بره. انا عن نفسي ما بحبش بصراحة الا نادرا ان انا اجيب حاجة مثلا من بره، سواء فرن او حاجة جاهزة او اكل حتى. نهائي ما بحبش الاكل من بره، بقرف بصراحة قوي. فالحاجة البيتي لا يعلى عليها. بس كده هدخله بقى معاكم الفرن دلوقتي، ولما يطلع من الفرن ان شاء الله اوريهولكم. زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180، سوري 160، اهدى حاجة عشان يتحمص ويطلع معاكي تحفة. ده بقى شكله عايزة اقول لكم خطير. بألف هنا وشفا حبايبي اللي هيجربوا، وان شاء الله يا رب تكونوا بتستفيدوا من الوصفات اللي بنزلها يعني. اكتبوا لي في التعليقات بقى ايه رأيكم، ننزل ايه، نعمل ايه، حابين اعمل معاكم ايه، يعني شجعوني كده عشان افتكس يعني. دي بقى كل الكمية اللي هو طلعت معايا. عايزة اقول لكم كل الكمية دي، فكمية محترمة جدا والله. لو رحتي اشتريتيها هتشتريها برقم، بس انتي هتعمليها في البيت طبعا انضف، ومن الحاجة المتوفرة في البيت اصلا. توريكم وانا بكسره، بس هي مبانش في الكاميرا. اهو بصوا تحفة، بس هو كمان لسه سخن يعني. لما يهدى شوية بيبقى بقى ناشف خالص وتحفة. وبس كده بكون خلصت الفيديو معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.